السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتاتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم لاول مرة غادي نديرها الدجاجة في الاير فراير بلا ما نطيبوها قبل. غادي نجربها معكم مباشرة، الا خرجت مزيانة نشاركها معكم، ما خرجت مزيانة نشاركها معكم. وغادي نبداو بالدجاجة هي الاولى، نفلحوها بالموس باش يدخل ليها الطياب. فوالا بهاد الطريقة هذه كما كتشوفوا فلحتها كاملة من اللور ومن القدام. فوالا، ودابا غادي نتبلوها بالتتبيله ديالها. كما كتشوفوا غادي نجيب واحد الاناء ونديروا فيه 2 معالق ديال الزيت، ومن بعد غادي نديروا فيهم العطريه ديالنا اللي هي معلقه صغيره ديال بابريكا، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال انا نموت عليه كيجيب به روعه ديال راس الحانوت، و2 فصوص ديال الثوم، والملحه بطبيعه الحال. فوالا، من بعد ما درنا العطريه ديالنا غادي نديروا واحد المغرفه كبيره، معلقه كبيره ديال لا موطارد، وغادي نزيدوا معلقه كبيره ديال الليمون، وغادي نزيدوا هاد التتبيله هذه اللي كنخدمها في الدار. ندير واحد معلقه صغيره اللي هي بالقزبر والثومه، غادي نشاركها معكم من بعد. كتجي يا سلام، واحد البنه يا سلام. من بعد غادي نخلطوا العطريه ديالنا. من بعد ما تبلت الدجاجه ديالي كتجي بهذه الطريقه هذه، كندخل فيها هذيك التتبيله ديالنا، كندخل فيها مزيان، كندخلوا في السطر وكندخلوا مع المصاص ديالها، كندخلوا لداخل. مهم كنعمرها كامله. ومن بعد دابا غادي نديروها في الاير فراير. وهذيك التتبيله اللي بقات لينا هنا غادي نزيد معاها واحد شويه ديال الماء وغادي نخلطها. ولا من بعد ما خلطتها غادي نزيدها على الدجاجه ديالنا اللي درتها في اير فراير باش تخلي لنا واحد لاصوص لتحت كيطيب بهذه الطريقه هذه. ودابا الدجاجه ديالنا راهي واجده باش ندخلوها الاير فراير. بعد ما ندخلوها الاير فراير غادي ندير البروغرام ديالنا. غادي ندير ديال الدجاج، وغادي ندير درجه الحراره اللي هي 160 باش تطيب على خاطرها، وغادي ندير الوقت اللي هي ساعه، وغادي نخليوها تطيب على خاطرها، ومره نراقبوها باش ما تحرقش لينا. من بعد ما وصل للنص ديالو كيجي بهذه الطريقه هذه، وصل دابا نص ساعه، غادي نقلبو وغادي نخليوه يكمل الطياب ديالو. من بعد ما طابت لينا الدجاجه ديالنا كتجي بهذه الطريقه هذه، راهي طايبه يا سلام. واحد الريحه ما نقول لكمش عليها، يا سلام. وهذا هو لاصوص اللي درتو معاه، كيجي هكذا خاطر يا سلام. وهذه هي النتيجه النهائيه. اخواتاتي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. رافقتها بشويه ديال لي فخيت. الا عجباتكم ما تنساوش تجربوها وتكتبوا لي في لي كومونتير، وما تنساوش اللي ما تابوناتش في القناه دير ابوني ودير الجيم لا فيديو باش يطلع، وباش نزيد ان شاء الله نحط لكم الوصفات وحدين اخرين. شكرا لكم، حتى الفيديو القادم باذن الله.